أهلا بكم متابعي قناة ملوك الدواجن. اليوم في هذا المقطع سوف نقوم بتجهيز عش مناسب للبط. عندما نلاحظ البط يبدأ في التزاوج نبدأ بتجهيز العش. طبعا العش ضروري جدا أن يكون مناسب، يعني مناسب للبط على حسب حجم البط. تعالوا معنا نجهز العش. أولا الأدوات المطلوبة كما تلاحظون من هذا العشب اليابس، هذا عشب ناشف، وأيضا من هذا. الآن نقوم بتجهيز العش في هذه الغرفة. عندنا هذه غرفة، هذه غرفة البط. سوف نقوم بتجهيز العش. طبعا نختار هذه الزاوية. أولا نختار المكان المناسب. اخترنا هذه الزاوية تعتبر مناسبة. نقوم بالتنظيف. أولا نقوم بالتنظيف، تنظيف المكان، وثانيا نقوم بوضع بودرة. لاحظوا معنا هذه بودرة الحشرات، لأن الحشرات تتجمع في مكان العش وتؤذي البطة، فنلاحظ أن كثير البط يهرب من العش بسبب الحشرات الموجودة في العش. فضروري جدا أن نقوم برش هذه البودرة حتى لا تتجمع الحشرات. نرشها في مكان الذي سوف نقوم بوضع العش فيه، في الزوايا. طبعا هذه الخطوة مهمة جدا. الآن نقوم بتجهيز مكان العش. يعني نحضر بلوك. طبعا عندنا بلوكتين تكفي بالراحة. هذه البلوكتين يعني مساحة تمام. ولا ننسى أيضا أن نضع البودرة في هذه الفتحات حتى لا يتجمع أيضا الحشرات، وأيضا تحت البلوك. هذه خطوة مهمة جدا. بعدين جهزنا العش، المكان، هذا المكان المناسب. نفرش في مكان العش أي شيء مناسب. الآن نضع هذا العشب. نوزعه بشكل متناسق. لاحظوا الآن أصبح معنا عش بالمليون دولار. ما شاء الله تبارك الله. نترك البطة براحتها. طبعا تستكشف العش، وعندما تريد أن تبيض نلاحظ أنها سوف تبيض في العش.